باي. من اكتر الحاجات اللي بشوف فيها تطوير سريع جدا في المدن في ألمانيا. اولا المدن كلها في ألمانيا عندها خطة اصلاح وترميم للشوارع في كل مكان. باوشتله يبقى في كل مكان باوشتله، فحت وحفر واعادة ترميم واعادة تظبيط. اما بقى البنى، مش عايزه اقول لكم ان العماره بتطلع كلها في شهرين. يعني اللي هو عندنا بتقعد سنه وسنه وسنتين وبيضحكوا علينا ياخدوا فلوسنا وما يدوناش الخدمات اللي قالوا عليها. هنا شهرين تلاقي العماره بتتأجر. يا جماعه ايه ده؟ يا جماعه ايه السرعه والاداء والقوه ايه ده؟ فظاع. عشان كده لما بنقول الالمان ماشيين يعني آلات، ما يستحقوا يكونوا آلات. مش مهم بقى، شاطرين بصراحة، ريسبكت، وبرفع لهم القبعة دايما على أدائهم وشغلهم واهتمامهم بالعمل واهتمامهم بالتطوير الدائم والمستمر وبسرعة. ما فيش بقى أصل البيروقراط، برغم من عندهم بيروقراطية عالية، ما فيش بقى أصل البيروقراطية موقفانا، أصل الورق لسه ما خلصش. ما فيش يا جماعة الكلام ده. الناس دي جت منين؟ نزلوا من الفضاء؟ اشمعنى احنا كده هم كده؟ يعني انا عايزه افهم. لما العرب اساس العلوم كلها واساس العلم، راح فين؟ اشمعنى هم سبقوا؟ اشمعنى هم طوروا؟ اشمعنى هم؟ مش عارفه اقول ايه. لازم الكلام ده يتحلل. يعني الناس المتخصصه البروفيشنال في كل العلوم تمسك ثورة الناس دي وتطورهم من سنة كام لكام، ويشوفوا ايه اسباب التطور وايه اسباب السرعة ويطبقوا. هم اللي عملوا ده بشر واحنا بشر، فما فيش فرق. هم ما عندهمش قدرات اكتر ولا اعلى ولا خارقة. فاذا لو احنا وقفنا على الاسباب وحللناها صح، عشان كده لازم الناس اللي تيجي في القيادات لازم تكون ناس مؤهلة، واللي تحتيهم كمان مؤهلين ياخدوا كورسات. انا يا جماعة عايزة اقول لكم ان انا كل اسبوع في كورسات، سيمينار وورك شوبس مش ممكن. هنا الاسبوع بيفرق في الثقافة وفي العلم وفي التقدم. مش ممكن يا جماعة. ادرسوا اسباب كل شيء وحللوها عشان توصلوا ان احنا نطلع لقدام ونفوق ونتفوق. صباحكم فل. رشا امين.